خليني أسألك سؤال مهم. هل جربتي كريمات وجلسات ويمكن حتى أدوية والحبوب لسه بترجع تاني؟ لازم نسأل ساعتها سؤال مختلف. مش يمكن المشكلة من الأنسولين؟ أيوة، الأنسولين مش بس هرمون سكر، ده هرمون ليه علاقة مباشرة بالدهون والالتهابات في البشرة. لما الانسولين بيرتفع ويعلى باستمرار، الجسم بيفرز الاي جي اف 1 او الانسولين لايك جروث فاكتور، وده هرمون نمو وظيفته يكبر الخلايا في جسمنا. بس لو زاد عن حده بيتحول لعدو لبشرتك. لما نسبته بتزيد في الدم بيدي امر للخلايا الدهنيه بتفرز زيوت بزياده. مش بس كده، كمان بيخلي خلايا الجلد الميته تزيد وتلزق في بعضها. النتيجه مسام مسدوده زائد زيوت كتير يساوي حبوب والتهابات. طيب ايه اللي بيخلي الاي جي اف 1 يضرب في السماء؟ حاجتين اساسيتين. واحد، السكريات والنشويات البيضاء او المكرره، اي حاجه ترفع الانسولين بترفع معاه الاي جي اف 1. اتنين، منتجات الالبان خاصه الحليب البقري، الدراسات اثبتت ان بروتين اللبن بيحفز الهرمون ده عند ناس كتير. الحل عشان نسيطر عليه ونصفي بشرتنا هيبقى في 3 خطوات اساسيه. واحد، قللي النشويات البسيطة واستبدلي الدقيق الأبيض بدقيق القمح الكامل أو الشوفان. اتنين، جربي توقفي اللبن الحليب لمدة أسبوعين بس وشوفي الفرق. وفي بدائل نباتية هكتبها لك في الكومنتات. تلاتة، دخلي الزنك والأوميجا 3 في أكلك لأنهم بيقللوا التهاب البشرة. طبعا نشرب مية كتير، طبق سلطة حلو على السفرة في كل وجبة، ورياضة خفيفة أو شوية مشي بعد كل وجبة. الحاجات دي هتحسن حساسية الأنسولين، ولما الأنسولين يهدى هيهدى الاي جي اف 1 والبشرة هتهدى. لو حبوبك مش راضية تتحسن رغم كل المحاولات، بصي على الأنسولين قبل ما تغيري الكريم. خدي بالك يا جميلة، بشرتك مراية للي بتاكليه. جربي التغيير ده وادعيلي. احفظي الفيديو علشان ترجعي له وبعتيه لصاحبتك اللي بتعاني من الحبوب العنيدة. دمتم بصحة وجمال متجدد.